وزي ما احنا ما عملنا هنا اهوت. انت يا اسطى برضه يا اسطى لازم تتجوز، يعني ما ينفعش اللي انت بتقعد تعمله ده. يعني حتى النتاية جميلة اهيت. النتاية اللي هيعمل فيها ايه؟ ورحمة الله وبركاته، واحلى صباح لكل مشتركينا الكرام. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الاشعارات عشان يوصلك اشعار جديد بقى اللي هننزله. ولازم شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو انت مش مشترك في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع الصفحة في الوصف بتاع الفيديو. وطبعا لو انت صانع محتوى يعني ايه اكتب لي كومنت كده في الفيديو طبعا عشان نشوفه. لو قناتك جميلة كده ان شاء الله نحط لك عندنا ايه على المنتدى عندي باذن الله. تمام. طبعا بندعي للشهادات ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويوفقنا ونخش الكليه اللي احنا عايزينها باذن الله. وبلاش الناس ما تعرفش ممكن انا تعليم فني وفي ناس ثانويه عامه، فاحنا بندعي لكله وربنا ان شاء الله يكرمنا. ولو ما نصليناش على النبي يا ريت نصلي، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام. طبعا النهارده فيديو جميل كده ايه هنجوز الحمام، هنجوز شكل غصب عنه او بالذوق. اصل شكل مش عايز ياخد النتايه خالص، مبهدلها عملت معاه كل الطرق. فان شاء الله يعني هوريكم هنتعامل معاه ازاي باذن الله. وعشان برضو في ناس بتسالني فان شاء الله هجاوب لكم على كل الكلام دوت في الفيديو باذن الله بتاعنا. ويعني ان شاء الله الفيديو هيعجبكم باذن الله باذن الله. ويا ريت تشترك في القناه عشان نسبه كبيره جدا تتفرج على فيديوهاتي مش مشتركه، فاشترك في القناه يعني مش هتخسر حاجه. ان شاء الله المحتوى هيعجبك باذن الله. تمام. فابقوا معنا كده وان شاء الله نوريكم هنعمل ايه مع شكل. بسم الله. ايه ايه مش هنتجوز ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. مالها العروسه؟ قول لي مالها العروسه اهي. تعال تعال. مالها العروسه؟ قول لي. بسم الله ما شاء الله بنت ناس. تمام. امها ما شاء الله عليها من اشهر الحمام على النت. انت متتفرجش يا ابني؟ ما تتابعش يوتيوب يعني انت ولا ايه؟ مش فاهم يعني. خش شوف ابنها امها يا ابني عند يوسف يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله عليها. يعني في ايه؟ الله. مالها ما شاء الله اموره وعسليه. ايه مش عايز تاخدها ليه يا حبيبي؟ طب قول لي. طب هنعمل معاك ايه تاني؟ ما شاء الله والريش متستف اهو. وبتطير على فكره برضو زيك وجميله ما شاء الله. يعني انت فالح في الضرب بس مش فالح في الجواز. ما انت كنت شغال قبل كده. مالها بص ما شاء الله يعني. خش يا صاحبي خش شوفها كده ومن عيله محترمه وعندها اخوات كويسين ايه يعني هو ده عندك مانع؟ طيب غير كده. طب عندك مشاكل؟ طيب لو في مشاكل قول لي يا باشا. قول لي طيب لو في مشاكل نحلها ودي. حلها ودي اسمع مني. مالها يا جميل. خش. بص ليه يعني ايوه ليه بقى ليه كده؟ ما ينفعش. ودي يا شباب طبعا دي مشكله بتقابل اغلبيه الناس اللي بتربي حمام. فليه مشكله الذكر بيبقى رخم او الذكر بيبقى خشن بزياده عن اللزوم. لا مهما تكون النتايه معاك النتايه تكون مثلا زايفه فالذكر لازم يبقى رخم او هو ممكن يبقى رخم. مجرد ما تدخله النتايه يقعد يضرب فيها ويحصل زي ما حصل هنا اهو. شايفين بصوا النتايه عامل فيها اي شكل. ده بيبقى يعني ايه الذكر بيبقى خشن. فاحنا بصوا احنا هنجوز شكل بالذوق او بالعافيه. تمام. وانت هتتجوز بالذوق او بالعافيه. اسمع مني انا بقولها لك وانا عارف انا بقول لك ايه. بص يا شباب صلوا على النبي. طبعا انت بنعمل ايه؟ احنا عندنا عين ايه دخلنا النتايه للذكر والذكر عايز يضرب فيها فتسحب النتايه على طول. ليه؟ ما هو هيعورها وممكن يعني هو كده انا لحقتها. انا النتايه دي انا لحقتها معاه. فاحنا هنعمل ايه؟ طبعا احنا الجنب ده عندنا مفتوح في سلك اهو. فاحنا هنجيب سلاكه ونحط النتايه فيها كام يوم 5 6 ايام قدام بعض. ما خدهاش شكل ما خدهاش بقى وقعدوا بقى يضربوا في بعض بقى. ففي برضه طريقه تالته يعني احنا كده جربنا طريقتين اهو. الطريقه اللي هي نحط النتايه للذكر على طول ولو ضربها احنا نروح شايلين النتايه خلاص مش تنفع. الطريقه التالته بقى اللي احنا هنجيب قصدي التانية اللي احنا هنجيب السلاكه ونحطها جنب العين اللي هي تكون الذكر شايف النتايه ولغايه ما نخلي الذكر بصوا يموت على النتايه. احنا عايزين الذكر يموت على النتايه اللي هو مجرد ما النتايه تخش له يكسر عليها على طول. عملنا دي وعملنا دي وما نفعتش. هنروح عاملين برضه حاجه تانية. لو انت الحمام بتاعك ده لو انت بتربي في سلاكه او بتربي في اوضه او انت عارف ان الذكر طاير عندك والنتايه طايره عندك زي الذكر النتايه ديت شكل طاير كان طاير عندي زمان يعني. فاحنا بنعمل معاه لقطه حلوه. هنعمل معاه لقطه حلوه ونوريكم ازاي هنعملها ازاي. تمام. بصوا ايه اقوم كده واظبط نفسي وهوريكم احنا هنعمل ايه. بس يعني اهم حاجه لازم تخلي النتايه معاك عشان شكل هيضربها كده. هي النتايه بتاعتنا اهي. هنسيبها في الارض وهنفتح للذكر. بص هتعمل ايه. هو عامة شكل هيطلع لها ده لازم. بصوا يطلع بقى يقف فوق هنا اهوت. يقعد بقى يجعر عليها. ما هو مش شايف غيرها والمكان بتاعهم واسع. الجو بتاعهم واسع مش زي العين هنا. فاحنا ايه هنسيبهم مع بعض كده. طبعا شكل مس علينا وممكن برضو ايه يقوموا يطيروا.
ممكن تلاقيهم قاموا طاروا لفوا كده ايه لفتين وهيرجعوا تاني. بس هما ما دام كده هما كده هادين، هما كده هادين. وشكل طبعا بيحاول يفرض سيطرته وبيحاول يهوي نفسه كده عشان ايه يعني لو هيكسر عليها مثلا. او بص قاموا، انا كنت متوقع اللي هو يعمل حركه زي دي. هما قاموا هم تمام. وما تخافوش عليهم، هما كده كده طايرين يعني، طايرين عندي وعارفين المكان بقالهم كذا سنه يعني. شكل دوت انا فارخه 2020، والنتايه ديت انا فارخها قريب برضه. بص اهو اهو، هو هيلفوا لفتين تلاتة كده طبعا وهينزلوا لنا تاني على طول. وانت لو بتربي في اوضه او بتربي في سطح والحمام بتاعك مش ثابت، تقدر تخرط الجناح. لو انت خرطت الجناح بتاع فرد الحمام زي دول كده، قبل ما هما ايه يتعاملوا مع نفسهم، انا هوريكم زي دول كده يا شباب. هم تمام، نظبط بس الكاميرا معانا. تمام تمام اهم زي دول قص بلدي عندي اهم. ماشي، قص بلدي عندي. كانوا مش عايزين ياخدوا بعض والحمد لله اخدوا بعض واتروعوا على الاخر يعني. انا لو رجعت لكم ورا كده اهوت هيطلعوا اهو. اهو الدكر طلع. بصوا انا خريط له الجناح ازاي، خريط له الجناح الشمال بتاعه. ونفس الكلام النتايه، هو الدكر المفروض برضو النتايه بتاعته تطلع له اهي. انا اصلا هجوزكم وبالاصول. عشان هتعملوا تضربوا في بعض لا مش هينفع. لكن دول انا على طول خرطت الجناحين وسبتهم في السطح كده عشان هم وديتهم باب ارضي عشان مش عارفوا طبعا يطيروا. وطبعا استاذ شكل والجماعه بتاعته ان شاء الله يعني، وناخد منهم زغاليل لسه عمالين بيلفوا وهينزلوا شكلهم اهمت. هو شكل بيرمي نفسه خلاص عايز ينزل. تمام، فهم خليهم كده ما شاء الله عليهم. وطبعا هي النتايه والذكر دوت انا واثق ان النتايه دي ممكن الفتره الجايه تتحط يعني. بصوا زي ما انتم شايفين برضه انا لازم اخرط الجناح. اصل انت افرض مش بتربي. في حد فتح عليها حمام على فكره، في حد فتح حمام دلوقتي وانا فاتح، ربنا يسترها على شكل. 70 حد بيخبط. بس هو شكل خلاص هو والنتايه نازلين يعني. بس شكل اهو ايه، مش ناوي النازله ديت، طب خلاص النازله الجايه. فايه دول بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب كده. ودول عامه شباب قص بلدي يعني. فانا ايه مخليه ياخد على المكان كده عشان ايه ان شاء الله لما الدكر ياخد النتايه اروح مدخلهم على طول السلاكه بتاعتنا. ويرضوا اللي هم ايه يتاقلموا جوه مع بعض في السلاكه، عشان هم في السلاكه جوه ما كانوش عايزين ياخدوا بعض ويضربوا بعض وحوارات. بص الدكر عايز يطلع ياخد مكان شكل. لا ده مش مكانك، ده مش مكانك، ده مكان العريس الجديد لو سمحت. ده عريس جديد وانت مالكش دعوه بيه. ما هو شكل راح فين؟ شكل والنتايه راحوا فين؟ اهو النتايه اهيت، شكل اهو اهو. طب بصوا بقى عشان احنا ما نطولش معاكم، فاحنا ايه لما ينزلوا كده هوريكم حاجه. هما ده شباب طبعا خلاص نزلوا هما النتايه اهيت، والشكل نزل هناك اهو. تمام، طبعا حاجه ايجابيه اللي هي توريك اللي الدكر نزل او الدكر طاير مع النتايه اهو. شكل جه اهو، شكل هيقعد بقى يتنطط لها وهيروح لها بص هو كده هيلما يروح لها يا اما هيجيله. هي جات له خلاص، هي كده جات له خلاص. هيقعد بقى يجعر عليها وكده. احنا وثقنا عشان هو النتاية قعدت مع شكل قدام شكل فضلت 5 ايام. فاحنا كده وثقنا اللي شكل الحمد لله الحمد لله اخد النتاية. وبما انه برضه قام طار معاها، ما طارش ده في حته ودي في حته برضه نفس الكلام. وحابب تقول حاجه شكل للمتابعين يا شكل؟ تقدر تقول، عايز تقول لهم حاجه قول يا صاحبي ما تخافش. عايز تقول لي حاجه لو سمحتي؟ هو كده الحمد لله احنا كده اطمنا على شكل كده، شفنا له بنت الحلال. وربنا ان شاء الله يكرمنا. ودول بصوا بيهرشوا لبعض اهو. قطعت عليكم العلاقه الحميمه، استغفر الله العظيم يا رب، رب سامحنا يا رب. هو بصوا هيقعدوا يهرشوا لها دلوقتي وهي تهرش له ويروقوا على بعض خالص. شكلهم ايه كسفوا لما الكاميرا جت عليهم. تمام اهوت. طبعا النتايه واقفه اهيت وشكل اهوت. عايز بص القط لكم القص اللي تحت ده بس على غفله عشان ما ياخدوش بالهم. النتايه بصوا تسمع اللي انا بجيب سيرتهم بتبص لي تاني تقول لي عيب. الشكل نزل على الارض اهو، المفروض بقى ايه النتايه تنزل على الارض دي كمان. هو كده كده شكل يعني مفيش خوف منهم وبين القص دوت يعني. هو شكل اصلا شكله عايز يشرب عشان نازل عطشان. عايز تاكل مش تشرب؟ ايه تعالى اقول لك على حاجه. خد يلا، خد تعالى. ايه رايك في الجوازه شكل؟ ايه مالك نازل تنهج ليه كده يا صاحبي؟ ان شاء الله عليك ربنا يحفظك يا رب. النتايه بتاعته نزلت له اهي. بصوا بقى يقعد بقى يقول لها بقى ايه يلا بقى ولا ايه. هو هيفضلوا بقى ان شاء الله كده مع بعض، وان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد منهم باذن الله باذن الله زغلولين محترمين. وهيتمشوا برضه باذن الله. طبعا بص الدكر ده برضه طالع يفرض سيطرته. اسكت لحسن تتضرب، اسكت لحسن تتضرب. وبس يا شباب خد تعالى عشان ما نخشش، ما تخشش.
ايه مفيش دخول وبس. شباب كانت نهايه الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. طبعا انا حبيت اصور لكم شكل ورايا اهوت، هو والنتايه شايفين الستاند هم فوق الستاند اهو ورا اهو. تمام. فربنا ان شاء الله يكرمنا كده ونطرح لنا فيهم البركه وناخد احلى زغلولين باذن الله منهم. وبس كده كانت نهايه الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. وما تنساش لو انت صانع محتوى تسيب لي يعني تسيب لي كومنت في قناتك بقى، خش شوف قناتك وان شاء الله احط لك عندي على المنتدى باذن الله، واوصلك ل 1000 مشترك باذن الله باذن الله. اوكي يا شباب، كانت نهايه الفيديو، كان معكم مهند محمود، والشكل نزل على الارض اهو. شكل هننزل الفيديو، شكل خلاص. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.